السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين سوسي كيجي رائع جدا على الجمر، شي حاجة زوينة وغزالة وصحية. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. المهم هنا كما كتشوفوا انا درت هكا المجمر، شعلت فيه الجمر ودرت هنايا طويجين، درت فيه طريفات ديال اللحم، ودرت هنا تقريبا واحد جوج بصلات كبار مشلضين، وغادي ندير هنا العطريه تقريبا واحد نص معلقه بزار، نص معلقه سكينجبير، نص معلقه تحميره، ونص معلقه خرقوم، وواحد جوج روس ديال الثومه مقطعين او محكوكين ومليحه. وغادي ندير شويه ديال زيت العود، وغادي نشحر هادشي مزيان مزيان كما كتشوفوا. غادي نخلي هادشي حتى يتشحر، وعاد غادي نضيف باقي المكونات. هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه للحم راه بالزربه كطيب في الطاجين على الفاخر، العكس انها نديروها على فوق البوطه كطيب بالزربه وكيجي طاجين رائع جدا. المهم انا غطيت عليه هنا شويه، خليت حتى نزلت داك البصله كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وعاد غادي نزيد واحد رشيشه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين وصافي، وغادي نخلط، نحاول انني نشحر مزيان كما كتشوفوا. كنحاول نقلب هاد الحماس بهذا الشكل هذا. نرد هاد الطويجين ونخليه حتى طيح البصيله. وهنا كما كتشوفوا كندير البصله دوائر بهذا الشكل هذا. هاد الطاجين هذا كيجي رائع جدا، جربوه وغادي تعرفوني علاش كنهضر. كيجي غزال 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 وبنين، وهاد البصله كتجي معسله. المهم نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هاد الطويجين بهذه الطريقه. صافي كما كتشوفوا هنايا كندير ديك الدوائر ديال البصله. هاد البصله اللي شطت ليا غنديرها بحال هكا من الفوق، ومن بعد غادي ندير دوائر ديال المطيشه. مطيشه كما كتشوفوا بحال هكا. غندير واحد المطيشه واحد الحبه كبيره او جوج حبات، نقطعهم دوائر وغنديرهم بهذا الشكل هذا. وغندير شويه ديال الزبيب كما كتشوفوا، غندير الزبيب وغادي ندير البرقوق. هذا بالنسبه للزبيب راني فزكته تقريبا واحد نص ساعه في المطايب حتى رطاب، ولا هو ولا البرقوق. وصافي وغادي نبدا نصف البرقوق بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. المهم الطريقه كما كتشوفوا عاديه وسهل وبسيط، غير هو كيجي المذاق ديالو رائع جدا، كيجي غزال وكيجي مدغمر. نتمنى انكم تجربوه وانا اكيد غينال الاعجاب ديالكم. صافي غادي ندير البرقوق بحال هكا. غندير تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، غنرشها هكا من الفوق، وغندير واحد الرشيشه ديال القرفه. صافي وغادي نسد على الطويجين ديالي ونخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب ويتعسل وتعلك ليا داك المريقه وتوقف في الزويته ديالها. وصافي ومن بعد غادي نقدموا لكم، غادي نحطوا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي المريقه خاتره ومدغمره وكيطيب على خاطرو. صافي هنا كما كتشوفوا غادي ندير ليه غير هكا واحد جوج بيضات مسلوقين، زينته بالبيض مسلوق وقدمته مع الخبيز ديال الدار. كيجي رائع جدا. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو، شاركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.